بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، اخر كونسبت هنتكلم فيه عن ايه يا ترى؟ بص على الصور وحاول تستنتج كده. شايف صورتين، صورة للداي وصورة للنايت. وهنا بيقول لي ان البيكتشرز دي شو حاجة بنسميها cycle of day and night. ايه cycle of day and night؟ يعني ايه cycle؟ هما حاجتين ما لهمش تالت. في اي وقت انت موجود فيه على الارض التايم مقسوم ما بين الداي والايه؟ والنايت. لو احنا داي كده كده النايت جاي، لو احنا نايت يبقى كده كده داي جاي. وطالما ان هم بيرجعوا يتكرروا داي النايت داي النايت داي النايت، ده بنقول عليه ايه؟ سايكل اوف داي ايه؟ النايت. حلو. طيب، when you look at the sky during day and night، لو بصينا للسماء بالنهار وبالليل بنلاحظ ايه؟ بنشوف objects زي sun, moon, stars and they appear to move across the sky. بيبان لنا ان الستارز المونز او المون بتاعنا الصن حتى بالنهار بتغير مكانها، كانها بتتحرك. هل يا ترى هي بتتحرك ولا احنا اللي بنتحرك؟ لا، هي اللي بتتحرك. لا، ده سؤال مهم جدا عايزين نجاوب عليه. هي ولا احنا الاثنين بنتحرك؟ احنا اللي ما هو ده موضوع برضو محتاج احتمال برضو. ما احنا بقى قاعدين بقى على المسطره، كل واحد بقى ايه يقول الاجابه اللي تعجبه. ما ينفعش الكلام ده نعمله. الكلام ده نعمله واحنا طالعين رحله او احنا قاعدين في النادي. الساينس مفيش حاجه اسمها كده، ما بنقيش اجابه على مزاجي، لازم يبقى الاجابه بتاعتي عليها ساينتفك ايفيدنس، لازم يبقى في دليل علمي على الكلام اللي انا بقوله ده. فايه هي الادله العلميه؟ هنعرف على مدار الكونسبت. ماشي؟ هنعرف. طيب، أول سؤال سهل نعرف نساله لنفسنا ونعرف نجاوب عليه النهارده. What causes cycle of day and night؟ ايه اللي بيكون سبب في تعاقب الليل والنهار ورا بعض، بيجوا ورا بعض ليه؟ And why do the sun, planets, and the moon and the stars appear to move across the sky؟ ايه الحاجة أو ليه الsun والplanets والstars appear to move across the sky؟ كل دي حاجات ممكن نلخصها بكلمتين سهلين قوي، أو أسئلة ممكن نجاوبها بكلمتين سهلين قوي. هي إن الإيرث اللي إحنا موجودين عليها دي في حالة بنسميها حالة روتيشن، وان الروتيشن اوف ايرث هو السبب في حاجات كتير قوي. نمبر 1 هو السبب في السايكل اوف داي اند نايت. نمبر 2 هو السبب في ان السن والبلانيتس والستارز appear to move across the sky. يعني انا لما بشوف الشمس بتغير مكانها في اوقات مختلفه من اليوم، الصبح بدري الاقيها طالعه فروم است، في نص النهار الاقيها فوقيه، في اخر النهار الاقيها رايحه للوست. السبب في ده مش ان الشمس بتتحرك، السبب في ده هو الارث روتيشن، يعني دوران مين؟ الارض. الارض هي اللي بتتحرك، فبيبان ان الصن بتتحرك وبتغير مكانها، بيبان ان البلانتس بتتحرك وبتغير مكانها، بيبان وكأن الستارز اللي انا بشوفها بالليل وبراقبها بالليل يبان وكأن الستارز بتتحرك، ولكن في الحقيقه السبب في كل الحاجات دي هو ان مين بيعمل روتيشن؟ الارث هي اللي بتعمل روتيشن. نمبر 3، وانت بتتمشى الصبح رايح المدرسه الشادو بتاعك ممكن يبقى وراك، في نص اليوم بيبقى تحتيك، في اخر اليوم قرب الغروب بيبقى قدامك. ايه ده بقى؟ هي ليه shadows of objects move throughout the day؟ بلاش الشادو بتاعك، عمود النور او الشجره اللي قدام بيتكم، تشوف الشادو بتاعها الصبح بدري ناحيه اليمين،
وانت راجع اخر النهار بعد المدرسه والدروس تلاقي الشادو بتاعها ناحيه الشمال. هو الشادو غير مكانه ليه؟ برضو السبب في تغيير مكان الشادو هو الارث ايه؟ روتيشن. اذا ده موضوع كبير، هنلاقي اجابات على اسئله كتير. اكيد سؤال منهم جه في بالك قبل كده، وجه الميعاد ان احنا نقدم لك الدليل العلمي على صحه الاجابه بتاعه هذه الاسئله من عدم. طيب خلينا نبدا الاول باسهل حاجه واجمل حاجه نعرف نتكلم عنها النهارده، وحاجه جميله خالص. اعتقد ان ممكن لو طلبت منكم ان انتم تشاركوني في الجزء ده تبقى الموضوع سهل قوي. تعالى نتكلم عن الدي اند نايت، يلا بينا. طيب اول حاجه او اول معلومه نتعلمها النهارده ان الارث بتعمل spinning around its axis، او ممكن تقول spinning around itself. يعني ايه around itself؟ يعني حوالين نفسها. طيب حوالين نفسها ده في الساينس احنا بنقوله around its axis. وعايزك تتخيل معايا ان احنا عندنا حاجه وهميه مش حقيقيه، زي خط الاستواء ومدار السرطان ومدار الجدول والحاجات بتاعت الدراسات، خطوط الطول ودوائر العرض. عارف انت الكلام ده؟ عشان بنقول دي خطوط وهميه. حلو. فاحنا برضو بنتخيل كده ان احنا عندنا حاجه معديه من النورث بول ومكمله لغايه الساوث بول بتاع الارض، وبنسميها ايرث اكسس، بنسميها Earth axis. او محور الارض. السبيننج او الروتيشن بتاعت الارث اراوند اتس اكسس دي موضوع كبير جدا لا يتوقف ابدا. So Earth spins او rotates all the time. بتلف حوالين نفسها طول الوقت. واحد يقول لي بس انا عمري ما حسيت ان الارث بتعمل روتيشن all the time. We cannot feel Earth spinning, but we know that from the regular pattern of day and night. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اكبر دليل على ان الارث بتعمل سبيننج حوالين نفسها طول الوقت مش بتقف هو ان دايما الداي بعديه نايت والنايت بعديه داي. الحاله الوحيده اللي ممكن نقول فيها ان الارث وقفت السبيننج ده او الروتيشن دي هي اننا نفضل داي على طول. وفي الحاله دي يبقى معنى كده الارث ما عادش بتلف، او نبقى نايت على طول. هل ده بيحصل؟ هل في حاجه اسمها ان احنا داي على طول او نايت على طول؟ ولا طول الوقت الداي بعديه نايت والنايت بعديه داي؟ طول الوقت في سايكل اوف داي اند ايه؟ اند نايت. وطالما في سايكل اوف داي اند نايت بتتم بشكل ريجولر، بشكل منظم، يبقى معنى كده ان الفينومينون اوف ريجولار باترن اوف داي اند نايت او السايكل اوف داي اند نايت happens due to earth rotation on its ايه؟ on its axis. يبقى دوران الارض حوالين المحور بتاعها او الاكسس بتاعها الدليل العلمي عليه هو ان في حاجه اسمها دي وحاجه اسمها نايت، او ان في ريجولار باترن او نمط مكرر ومنظم لتعاقب الليل والنهار او وجود day and night. طيب عايزين نقول definition للإيرث اكسس، وصفناه بانه ايه؟ imaginary line، خط وهمي ماشي او خيالي passing through the north and south poles of earth. يعني بيمر بمين ومين؟ بالنورث بول والساوث بول. الخط ده موجود فعلا. يعني لو طلعت بره الارض دلوقتي ماشي وببص على الارض كده من مركبه فضائيه رائعه الاقي طالع منها من النورث بول طالع منها زعزوعه زي ما انت شايف كده، وطالع منها من الساوث بول في مفيش الكلام ده مش موجود. وانت يعني لو طلعت بره الارض تلاقي خطوط بتاعت الطول ودوائر العرض؟ لا يعني احنا بنقول ده ايماجينري ايه؟ ها؟ ايماجينري ايه؟ لا ده كلام. طيب طبعا هيبقى سو فاني ان انا اسال حضرتك الدي بتاعنا كام اور؟ كام اور؟ 24 اور. حلو الكلام. 24 اورز دول متوزعين ما بين مين ومين؟ هي النايت. ممتاز. يبقى لما اقول ان الارث takes a whole day يعني 24 hours to make one complete turn on its axis. معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا اليوم بتاعنا على الارض بنقول انه 24 hours لان ده الوقت اللي بتاخده الارث عشان تلف لفه كامله حوالين الاكسس بتاعها.
وبالتالي يبقى في نفس الوقت اللي طلعت فيه الشمس النهارده لما يعدي 24 ساعه هتطلع فيه الشمس بكره. صح؟ صح؟ وفي نفس الوقت اللي جت فيه الليل النهارده لما يعدي 24 ساعه هيجي فيه الليل ايه؟ بكره. عشان كده السايكل اوف داي اند نايت بتاخد 24 hours، شويه منهم داي وشويه منهم نايت. وبعد ما يعدي ال 24 hours نرجع نعيد اللي حصل ده تاني، يعني داي جديد ونايت جديد. كل 24 hours داي جديد ونايت جديد. ليه؟ عشان كل 24 hour الارث بتعمل كومبليت تيرن، لفه كامله حوالين نفسها، حوالين الاكسس بتاعها. ماليش دعوه بالصن، بتكلم عن السبيننج اللي هي بتلف حوالين نفسها. لعيبه الباسكت فين؟ لعيبه الباسكت بتوعنا فين هنا؟ مفيش لعيبه باسكت بتلعبي باسكت؟ مش الكابتن بتاعكم من الزهق بيقوم جايب الكوره ويلفها على صوابعه كده تفضل تلف حوالين نفسها، ولا بتلف حوالين الكابتن؟ تلف حوالين نفسيها، او دوران الارض بيبقى حوالين نفسيها بنفس الشكل كده. اعلي صوتي بعد كده ايه عشان تصحوا؟ اصحى يا عم، يلا بينا يا ابو الكبات. يبقى اقرا معايا. Earth takes a whole day. يعني ايه whole day؟ يعني 24 hours to make one complete turn on its on its axis. عشان تلف لها لفه كامله حوالين الاكسس بتاعها it takes 24 hours. During Earth rotation نعم تحفه، بس احنا بنتكلم عن الإيرث اكسس مش لا الاكس ولا الواي. بتكلمين عن مين؟ إيرث اكسس، محور الارض اللي هو خط وهمي زيه زي خط الاستواء وخط جرينتش والحاجات الجميله بتاعت الدراسات. ماشي؟ نعم، مدار السرطان والجدي وكل الحاجات الجميله اللي انت بتقولها. شاطر. نشرح دراسات، انا شاطر في الدراسات. ماشي. During Earth rotation بيحصل ايه والارض بتعمل روتيشن حوالين نفسها يا مستر؟ هو احنا اشمعنى جزء من ال 24 hours ده بيبقى day والجزء الثاني بيبقى نايت؟ تعالى نتخيل ان المستر ده هو المستر هو مين؟ هو الارث. حلو. ممكن تتخيلوا انها الارث؟ ماشي. ممكن تتخيلوا ان مصر هي قلبي؟ ماشي، مصر هنا في قلبي. اوكي. طيب ممكن تتخيلوا ان الداتا شو ده هو الصن؟ ولا صعبه؟ سهله صح؟ حلو. انت دلوقتي قاعد في قلبي عشان انا بحبك، قاعد في مصر يعني. مصر كمان بتحبك. ركز يا كابتن عشان الحته دي محتاجه معلش تخيل شويه. يا برنس صح صح معايا يا اله الا الله. بشتغل منبه هنا مش بشتغل مدرس. طيب. طيب بص بقى، مصر هنا دلوقتي احنا في وقت النهار. ليه؟ عشان جزء ده من الارض قدام الصن فاحنا بالنهار. ولكن هذا الوضع لن يستمر طويلا، لانه بمرور الوقت الارث بتعمل روتيشن اون اتس اكسس. ماشي؟ اوكي. روتيشن يعني ايه؟ يعني في وقت من الاوقات لو انت لسه في قلبي عشان انت برضه انا بحبك وانت لسه انت قاعد في مصر زي ما انت، في وقت من الاوقات مصر والجنب ده من كوكب الارض بقى ظهرهم للشمس. يبقى احنا هنبقى بالنهار ولا بالليل؟ بالليل. ليه؟ في حين ان في دوله في قفايا مثلا زي امريكا. لا ولو ان مكانها مش قفايا خليه في الجزمه يعني. المهم يعني خلي ان امريكا في قفايا. دلوقتي لو لو مصر الجميله دي بقت في النايت تايم، امريكا بقت في وعلى ما نلف لفه نرجع نعيد تاني. عشان كده 24 اورز كاملين عد. عشان كده في فروق توقيت بين الدول. صح؟ صح. بس ده مش موضوعنا. انا موضوعي دلوقتي ان مصر حبيبه قلبي اللي انت قاعد فيها جوه قلبي، ها، في وقت من الاوقات كانت داي تايم وفي وقت من الاوقات كانت
night وبعد 24 اور هنرجع تاني داي تايم، وبعدين نايت تايم، داي تايم، نايت تايم، داي تايم. ده اسمه spinning وروتيشن on the axis. نعم اسأل. لا بتغيب يا حبيبي، لا يا حبيبي بتغيب. طب يا حبيبي هجاوبك على السؤال ده حاضر في اخر الحصه. ثم بيقولوا الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس، عشان كان ليهم مستعمرات في كل حته في العالم، فاكيد في حته تابعه للمملكه البريطانيه المحتله دي، اللي كانت بتحتل دول تانية، اكيد في حته في كوكب الارض فيها داي تايم، فكانوا بيقولوا الجمله دي. لكن هل فعليا لو انت عايش في لندن مفيش داي ونايت؟ اوكي، رد عليها الرد اللي انا قلته لك ده، وروح دور في الحكايه، تعرف ان المستر بتاعك ما بيقولش حاجه ما هوش متاكد. خليك في قلبي جوه مصر بقى، ماشي؟ وسيبك بقى من المملكه البريطانيه والقرع ده. يلا يا باشا، نروح بقى لايه؟ نروح للموضوع المهم جدا جدا جدا، واللي بيقول تاني Earth takes a whole day، يعني 24 hours to make one complete turn on its axis. Half of Earth faces the sun، يبقى البارت ده هيبقى day. Other half of the Earth faces away from the sun. النص المواجه للشمس day time، النص البعيد عن الشمس بقى night time. صعبة دي، صعبة في تخيلها دي. فكده كده طالما بنعمل روتيشن في وقت من الوقت هيبقى وشنا للشمس، ولما يعدي وقت ده اقل من 24 hours اكيد نفس الجزء اللي كان دي هيبقى نايت، وبعدين ترجع تعمل سبيننج مره ثانيه وثالثه ورابعه، فيعدي يوم السبت في الحد في الاثنين في الثلاث، فيعدي اسبوع في اسبوع في اسبوع في شهر في شهر في شهر في شهر. ماشي، جميل جميل. عشان كده بنقول على ده يا جماعه regular pattern of day and night. يبقى تاني half of earth faces sun، يبقى البارت ده has day. other half of earth faces away from the sun and doesn't receive any light، عشان كده بنسمي البارت ده night. البارت اللي ما بتوصلوش الشمس عشان بعيد عن الشمس، عشان مش بيبص للشمس، يبقى night. هيبقى دي ازاي؟ مش انت بتقول day time لما الشمس تبقى طالعه، لما تبقى انت شايف الشمس، لما الجزء اللي انت موجود فيه من الارض يبقى شايف الشمس، ده اسمه day time. ولما الجزء ده يبقى بعيد عن الشمس، لافف نفسه بعيد عن الشمس، يبقى كده هيبقى فيه نايت تايم. يبقى باختصار الروتيشن اوف ايرث كوزز ايه؟ هي سبب في نمبر 1 regular pattern of day and night، كلنا فهمنا ده. نمبر 2 appearance of the sun as it's moving across the sky. دي بقى محتاجه تفكير شويه. ليه؟ لأن موضوع إن الشمس بتغير مكانها في السماء ده، الشمس مالهاش علاقة بيه خالص. بس أنا متأكدة، أنا ببقى شايف الشمس الصبح طالعة من جنب العمارة اليمين، وفي آخر النهار بلاقيها رايحة على جنب العمارة الشمال، وفي نص اليوم بتبقى فوق دماغي. يبقى الشمس بتتحرك يا مستر. لا، دي اسمها apparent motion of the sun، الحركة الظاهرية للشمس، حركة كده وكده مش حقيقية. يا مستر أنا متأكدة مش حقيقية. يا مستر ده أنا بستمتع وقت الشروق وأنا شايفها طالعة من البلكونة دي، ووقت الغروب وأنا بطلع جري على البلكونة التانية. يبقى الشمس بتتحرك يا مستر. يتهيألك الشمس مش هي اللي بتتحرك في السماء. أقول لك مين اللي بتتحرك؟ الإيرث هي اللي بتعمل روتيشن. فأنت بيتهيألك بسبب الروتيشن أوف إيرث إن الشمس هي اللي إيه؟ الشمس هي اللي بتتحرك، وان الظل هو اللي بيتحرك، وكل الحاجات اللي كنا بنقولها في اول الحصه. اذا يا عم انس بارك الله فيك، نوما سعيدا ان شاء الله. الروتيشن اوف ايرث سببت حاجتين، قولهم معايا يلا يا انس بكل حماس كده. ريجولار باترن، الحمد لله، اوف داي اند نايت. والحاجه الثانيه هي الابيرنس اوف ذا sun as it is moving across
the sky throughout the day. وده بنسميه the apparent motion of the sun. الحركه كده وكده بتاعت الشمس. الحركه اللي مش حقيقيه، الحركه الظاهريه اللي بتبان لنا وكأن الشمس بتغير مكانها، بس في الحقيقه هي ما بتغيرش حاجه. مين اللي بيروتيت؟ الارث هي اللي ايه؟ بتروتيت اراوند مين؟ حلو البروته دي؟ 100 100 100 100 اون اتس اكسس. في واحد قاعد بيقول له يا مستر انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله ايه. اوكي خلاص ده اخره. تطلع ايه بقى؟ حكايه الابيرنت موشن اوف ذا سان دي، حركه كده وكده بتاعت الشمس دي او الظاهريه. قال لك the sun appears to change its direction in the sky during the day. When you are facing the north direction of Earth and stretch your arms, you will see that in early morning the sun would be in your right أو east rising in the sky. أنا العمارة بتاعتنا اللي أنا ساكن فيها النورث دايركشن أهو، عشان البحر هنا البحر الأبيض المتوسط كده، نحب نروح البلطيم واسكندرية بنمشي كده. يبقى ده الشمال. فأنا وأنا باصص ناحية الشمال الشمس بتطلع من على إيدي اليمين، لأن ده اسمه est. ماشي؟ صح؟ الشمس بتطلع من الاست وبتروح الوست، دي اسمها apparent motion of the sun. اسمها ايه؟ وفي الحقيقه الارث هي اللي بتلف العكس. ماشي؟ عشان نبقى متفقين بس. يعني الشمس ما بتطلعش من الشرق وبتروح للغرب. يا مستر دول مأكدين لنا اسمها apparent motion of the sun، مش موشن حقيقيه. امال ايه اللي بيحصل؟ الارض هي اللي بتلف الناحيه الثانيه from west to east، فبيبان ان الشمس بتتحرك from east to west. حد فاهم حاجه؟ هقول تاني بسرعه 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 بس يا رب يركزوا. الثلاثه اربعه اللي صحيين. ماشي؟ ما شاء الله في ناس بتيجي كلام. تاني، وانت واقف وباصص على النورث دايركشن الشمس هتبقى على يمينك، يبقى ده اتجاه الشرق او الاست، وشمالك هيبقى الوست. اوكي؟ يبقى انت كده عرفت تحدد الاتجاهات الاربعه، نورث ساوث ايست ايه؟ ايست ويست. ماشي؟ حلو. الشمس الصبح بدري هتلاقيها طالعه من الاست، يعني من على يمينك. اوكي. طيب at noon وقت الظهر روح بص على الشمس تاني، اقف في نفس المكان وبص على الشمس تاني، تلاقي الشمس فوق دماغك. الساعه 12 واحده الوقت ده تلاقي الشمس فوقيك، ما عادتش في الاست، بقت فوقيك. يعني ايه؟ in the center of the sky. طيب الساعه 4 5 قرب المغرب اقف في نفس المكان تاني، هتلاقي الشمس بقت فين؟ west. The sun would be on your left اللي هو الويست دايركشن setting in the sky. يبقى في واحد هيقول لي اهو الشمس غيرت مكانها اهو. ما قلت لك دي حركه كده وكده، دي apparent motion، دي حركه ظاهريه بيظهر لنا بتبان لنا وكانها بتتحرك from east to west. واكشلي اللي بيتحرك مش الصن، الارث هي اللي بتعمل روتيشن. وخلينا نتفق اتفاق. انا دلوقتي بالنسبه لك بتحرك من الشمال لليمين، صح؟ بس في الحقيقه انا بالنسبه لي بتحرك من اليمين للشمال. ايه؟ اقول تاني، دلوقتي انا على يمينك ولا على شمالك؟ على شمالك. لما اعمل كده بتحرك فين؟ على يمينك. حتى اللي حاضر اونلاين في البيت نفس الحكايه. بس بالنسبه لي انا بتحرك من اليمين بتاعي للشمال بتاعي، عشان انا يميني اهو. بالظبط كده. حركه الشمس اللي بتبان فروم ايست تو ويست اللي هي مش حقيقيه، الحقيقي بتاعها ان الارث هي اللي بتعمل روتيشن في الاتجاه الثاني فروم ويست تو ويست، فتبان وكأن الشمس بتتحرك فروم ايست تو ويست. حد فين حاجه؟ ان شاء الله. الف مبروك. شكرا يا سيدي. So if you change your direction facing north or south, the sun will always rise in east and set in the west. غير مكانك زي ما انت عايز. الشمس
هتلاقيها بتبان انها رايز ان ايست وست ان ايه؟ ان ويست. ولكن احنا اتفقنا ان الحركه دي مش حركه حقيقيه، دي حركه كده وكده، وان اللي بيتحرك فعليا هي الارث في الاتجاه العكسي او الاتجاه المخالف from west to east. وهنبقى نرجع نقول المعلومه دي مره ثانيه. اخر حاجه هنقولها النهارده هي احنا خلاص عرفنا الجزء الشمال ده من الصوره يا رودي. بص الجزء اللي على الشمال بقول ايه؟ بنقول حاجه اسمها روتيشن. احنا طول الحصه النهارده عمالين نقول روتيشن اوف ايرث، روتيشن اوف ايرث، ايرث روتيشن هي السبب في كل حاجه، هي اللي كانت الجبنه. الايرث روتيشن هي اللي عملت كل حاجه النهارده. اوكي؟ حلو. تطلع ايه الروتيشن دي؟ وتفرق في ايه لما يقولوا ان الارث كمان بتعمل حاجه اسمها ريفولوشن؟ اصل انت لما تروح تترجمهم انجليزي هيقول لك ده دوران الارض وهيقول لك ده دوران الارض. ها الترجمه من انجلش هتلاقيها مش جايه معاك. يا مستر استخدم اي كلمه من الاثنين اوعى. في الساينس تفرق كتير. روتيشن معناها spinning of an object on itself. بيلف حوالين نفسه. اقعد مظبوط لو سمحت. يبقى spinning of an object around an axis، حوالين الاكسس بتاعه حوالين نفسه، ده بنقول عليه ايه؟ روتيشن. بنقول عليه ايه؟ روتيشن. يبقى الارث روتيتس اون اتس اكسس، يبقى بنستخدم كلمه روتيت لانها بتلف حوالين نفسها. اللغه اللي احنا عمالين نتكلم عنه النهارده اللي بياخد 24 hours هو ده اللي اسمه روتيشن. امال ايه ريفولوشن ده بقى؟ لما نيجي بقى نتكلم عن الارث زيها زي اي بلانت، مش احنا قلنا ان الارث ليها اوربت حوالين الصن وقلنا انها موفينج ان ذس اوربت، ولا قلنا انها واقفه في مكانها؟ موفينج. الموشن اللي بتحصل في هذا الاوربت اللي بيبقى شكله اوفال الجميل نقول عليها روتيشن برضه؟ لا، بنقول عليها ريفولوشن. لما حاجه تلف حوالين حاجه يبقى ده اسمه ريفولوشن. يبقى يلا نبسطها. تعالى لو افترضنا ان ده بلانت ودلوقتي بيعمل كده كده، نقول على ده روتيشن ولا ريفولوشن؟ روتيشن. طيب لما اقول له لف حواليا يلف حواليا اهو، لف حواليا، ده اسمه ايه؟ روتيشن ولا ريفولوشن؟ لا ده ما احنا فهمناها بسرعه. وايه الحلاوه؟ فلو حاجه بتلف حوالين حاجه هنقول عليها ايه؟ يبقى the orbiting of an object around another object ده نقول عليه ريفولوشن. مش ده بيدور وده بيدور، لا ده بيدور حوالين نفسه، ده موضوع اسمه روتيشن. بيدور حوالين حاجه ثانيه ده اسمه ريفولوشن. زي الارث ريفولفينج اراوند ذا sun in an orbit. فاذا دوران الكواكب حوالين الارض عفوا دوران الكواكب حوالين الشمس ده بنقول عليه ريفولوشن. انما دوران الكواكب حوالين نفسها ده اسمه روتيشن. القمر بيلف حوالين نفسه يبقى ده اسمه روتيشن. طب لما يلف حوالين الارض يبقى ده اسمه ريفولوشن. فهمنا؟ سهله دي؟ طب سؤال بقى، هي الارض بتعمل روتيشن ولا ريفولوشن ولا الاثنين؟ الاثنين. حلو الكلام ده. كلنا متاكدين من ده؟ احنا عرفنا النهارده ان الروتيشن هي السبب في السيكونس اوف داي اند نايت. طب ليه عندنا فصول مختلفه؟ سمر ووينتر والحاجات دي. عشان الريفولوشن بتاعت الارث اراوند ذا صن بتاخد 365 يوم طلاق، دي تاخد 24 ساعة. 100. حلو الكلام. فاذا في حدوته احنا لسه ما اتكلمناش عنها اللي هي حدوته مين؟ اصل حدوته الريفولوشن دي موضوع كبير. دي بقى اللي فيها ليل اطول من نهار في اوقات والنهار اطول من الليل في اوقات، وده قد ده في اوقات. فاهم انت؟ حدوته كبيره تخليك في رمضان السنه دي تصوم 14 ساعه، وقت تاني تصوم 11. الله،
هو ليه واحنا ما بنصومش؟ اصل رمضان بيجي اوقات في الصيف واوقات في الايه؟ في الشتاء، وحدوته كبيره قوي ساعات يعني. ماشي يا ولد، يلا تشيك يور اندرستاندينج، يلا نحل مع بعض. ابدا اول سؤال مع طلبه الاونلاين. يلا اول سؤال بيقول لي Earth A on its axis every 24 hours. يلا افتح المايك وجاوب على rotate. rotate. برافو برافو. rotates on its axis every 24 hours. بنات. The side of Earth that faces the sun has a day, and the side of Earth that faces away from the sun has a أولاد. night. حل أنا آخر واحد. Orbiting of Earth around the sun is called revolution. أنا اللي هحل. طب انا حددت يبقى orbiting of Earth around the sun اسمه إيه؟ revolution. revolution. ماشي؟